طب يلا يا حبيبي بقى ابدأ التجربة، وبعد كده هنبقى نديك النضارات تلعب بيها. لا لو سمحت، لما تيجي تتكلم مع عبقري زي بروفيسور دكروري تبقى لطيف. العباقرة لازم بيبقوا لطفاء مع بعض. بقى الطفل اللزج ده عبقري؟ لا لا، انا منسحب من التجربه. يا دكتور طلعت اهدى شويه، وبعدين يا دكاتره اشتروا قبل ما تبيعوا، واهدوا كده بدل ما يديكم واحده قصف جبهه يجيبكم ارض. اسالوني انا، اقعدوا كده واسمعوا. ماشي. اتفضلي. على فكرة يا دكاترة، التجربة دي مفيدة ليكوا جدا، لأن التجربة دي معنونة بعنوان لقاء الجبابرة، لقاء العباقرة. والعباقرة لازم يتلاقوا ويتوافقوا مع بعض عشان تخرج من خلالهم حالة إبداع عبقرية. لا، طالما عباقرة هنقابل عباقرة، أنا اشتريت التجربة دي. أهو فرصة أقابل أجدادي من العباقرة، الفراعنة أو الإليانز، لسه مش متأكد. أيا كان هم مين هستنجد بيهم عشان ينقذوني من البشريين أمثالكم. بس لعلمك يا دكروري أنت، أي خطأ علمي هيحدث في التجربة أنا هطربق الميتافيرس على دماغكم واحد واحد. ما تقلقوش يا دكاترة، الموضوع كله ان ده ميتافيرس انا اللي اخترعته، خلصت منه 77%، ودلوقتي حان وقت التجربة. يا نهار اسود، دي كده تجربة تحت التجربة. بقول لك تعالى لي هنا. انت بتقول انك مخلص 77%، وديت فين ال 33%؟ يا دكتوره في 10% زياده، ما تبحبحيش ايدك كده. ليه هما كام؟ 23. طب ما انا قلت كده. صح صح. ما تبطلوا لبت النسوان ده وتركزوا، ويلا بينا نعمل التجربة. بصوا، كل واحد فيكم هيختار شخصية اللي هو عايز يقابلها، علشان دقايق وهيبقى في مكان أحسن من هنا، هيتنقل تلقائيا لعالم الميتافيرس. يا جماعة ده عنده لاج بيلجلج، امال هيعمل فينا ايه؟ وحابب أقول لكم، وأي حد محتاج يرجع للعالم الاعتيادي هيدوس على الزرار اللي هيلاقيه جنب الشراب. شراب؟ واشمعنى يعني حط الزرار في الشراب؟ انا مش فاهم. يا عم احمد ربنا، مش احسن ما كان يحط لنا الزرار في فين؟ في الجزمه، او على الاقل ندخل الميتافيرس لابسين حاجه في رجلنا. وانا بنصحكم محدش يدوس على الزرار غير لما التجربة تخلص، عشان تستمتعوا بكل لحظة. انا عرفت انا هقابل مين. اخيرا هقابلكم يا عباقرة يا مثلي الاعلى. وانا هقابل اثرياء العالم في العلم. Have a nice تجربة. الله يخرب بيتك يا دكروري، ده الموضوع طلع بجد. انت وديتني فين؟ مين دول؟ الله الله على الجد، والجد نسبي. وكل شيء انكشف وإيه؟ انكشف وبان. إذا هذا الذي كنت أبحث عنه. كل شيء انكشف وبان، وأنا هولع اليابان. جذاب قوي يا اوبنهايمر. أنا كذاب يا أينشتاين؟ لا مش قصدي جذاب، يعني كاريزماتيك. إذا طالما وصلنا الكاريزماتيك يبقى يلا نولعها يا أينشتاين. انت لسه مصمم على اللي في دماغك يا اوبا؟ أيوة طبعا، يلا نولعها بقى يا اخويا اللي هيتعمل له افلام، وصديقي اللي هتتسمى سناتر الفيزياء باسمه في بولاق وابو العلا. ما تنساش امبابة. تنوب، هم دول العباقرة اللي هقابلهم؟ فاهمين نولع الدنيا غلط؟ لا ده ما يتسكتش علينا. أنا آسف إني دخلت فجأة وقطعت كلامكم، بس دي مش أخلاق علماء يا دكاترة. أمال لو قالك تعالى نخربها كنتوا هتعملوا إيه؟ هتنشروا في الأرض فساد؟ انت مين يا ذرة؟ لا 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 لا، مع احترامي ليك يا اوبنهايمر اتكلم معايا عدل. انت رحت ولا جيت بشري برضو؟ مين الولد ده؟ اسأله. ده مين يا ولد؟ انت تقول اللي انت عايزه. انا مش مصدق ان انا واقف بتكلم مع بابا المجال، غول العلوم اللي هيودي الفيزياء في حتة تانية. اهو ده العبقري اللي يفرح بجد. انا اسف في الخبر اللي اقولهولك يعني، بس في المستقبل في عالم نص لبة هيظهر كده شبهك اسمه نيازي، بس ولا عبقري ولا نيلة. انا عبقري طبعا يا اوبنهايمر، انت ايه اللي عبقري؟ ده انت هتبقى مثال للعبقرية بعد كده.
بس انا اسف، يعني انا عندي سؤال مع اني عارف ان عندك اجابه على كل الاسئله. انت ازاي جمعت بين الاتنين دول؟ انت ما سألتش نفسك انا بطفي فين؟ بتستعملها طفايه. واحيانا بهرش بيها، وفي الويك اند بتعمل ايه؟ بعمل لها صيانة. ياه، ده انت عارف في المستقبل الاغبياء هيدخنوا من البايب دي. ايه ده؟ هيشربوا طافية؟ جهله مش مخترعين زيك. طب بمناسبة الاختراعات، أنا بشبه عليك، أنت اخترعت إيه قبل كده؟ تنوب، انا اللي هعمل القنبله اللي بجد. ايه ده؟ انا في الصحراء الغربيه ولا ايه؟ اخيرا تجربه عدله. يا رب نطلع في سيوه ونقضي يومين حلوين. دول سياح دول ولا ايه؟ سياح. العقل كما المظلة، إن لم تستخدمه يتلف حيثما كان شاء. الباترون بابلو إيميل إسكوبار. حضرتك أنا مش فاهم معنى الجملة يعني. مش معقول، انت شغلتك انك تكتب كل حاجة ورايا. ايوه، تدون وتسيرش على كل حاجة انا بقولها. حضرتك بتجيب الجمل ديت من على جوجل ومحدش بيفهم ترجمة جوجل غيرك. انا بابلو كوجا. سينيور برفافور بابليتو، أنا جاي أصلح غلطتي وحضرت لك الصفقة الجديدة. يعني البضاعة جاهزة؟ بابليتو، البضاعة جاهزيتو والشرطة كولومبيتو، مستحيل تقفشنا زي كل مرة. لا، ما ينفعش يتقبض عليا تاني، سمعتي كده هتبقى في الحضيض. حضرتك انا اتفرجت على المسلسل بتاعك على IPTV 3 مرات، كل حلقة بيتقبض عليك وبتطلع منها عادي، مش أول مرة يعني. عجبك؟ سينيور فظيع يعني. بس المرة دي مختلفة، احنا خلاص عدينا النص الأول من الشهر المفترج. كل سنة وانت طيب وبعود الأيام. والناس دلوقتي مشغولة في عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة وصابع زينب ورموش الست. شيف بابليتو، قلت لك 100 مرة بلاش نشتغل في الحاجات الخطر دي، الشغل في السكر خطر. بابليتو، الشغل في السكر آخرته انسولين. يعني عاوزني أقنع الناس إنهم يعملوا أم علي من غير سكر؟ دكتور فرناس، مش بقول لك أنت دماغك ما بقتش معانا؟ ثم لا أحد يستطيع أن يصبح غنياً في العمل من 8 صباحاً حتى 5 مساءً. إذن كيف هذا؟ بابلو اسكوبار يا ابن الكلب يا دكروري. عايز تبقى موظف يالا؟ سينيور بابليتو والله العظيم لا، ده انا رحت بس الانترفيو، امي هي اللي ضغطت عليا. امك؟ ربنا يبارك لنا في امك دي. دي عليها حته دقايه مسقعه. المسقعه مستنياك والمخلل جاهز. لفت وردي. بس انت خنتني، والعيال دول شافوك وانت رايح الانترفيو ولابس بدله على سنجة 10 وكرافطه وغاسل سنانك ووشك كده وملمع شعرك، والخيانه اخرتها الوفاه. وهنو كندر
انا كنت متاكد ان حضرتك هتسامحني. ده انت فهمتني غلط. انا اقصد الخيانة اخرتها الوفاة. و100 مرة قلت لك قبل كده، قابله، اوعى تقابله. بابلو اوعى تقابله. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ هاتوهولي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ والنبي سيبني يا عم، خلاص والله مش هعمل كده تاني، والنبي نزلني وحياة امك يا عم بشرفك ده، والنبي نزلني. السلام عليكم.